السلام عليكم. احنا النهارده مع شباب تحت السن القانوني، يعني اقل من 18 سنه. ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله، الله بخير. اسمك ايه ومنين؟ محمد ومن طنطا. اليوبية بنها. وانت منين؟ انا من القاهره. والله منين؟ من القاهره. انا من خلفاوي لو عارفها. بقالك كام سنه؟ انا هنا بقالي 3 سنين. وانت بقالك كام سنه؟ دي تاني سنة ليا يعني. وانت أنا مولود هنا. مولود هنا بس بتتكلم مصري كويس قوي. أنا برضو والدي يعني وأنا كنت صغير كان جاب لي برضو مدرس يعلمني عربي أقرأ وأكتب وكده. يعني انت معاك الجنسيه الايطاليه. الحمد لله. انت بقالك سنتين. ايوه اهلك هنا. ايوه كله هنا. عاوزك تقول لي بكل صراحه، انت بتصلي ولا لا؟ الحمد لله، ساعات وساعات بصراحة. وانت لا أنا الحمد لله بصلي. ملتزم بالصلاه؟ الحمد لله. وانت بتصلي ولا لا بصراحه؟ الحمد لله بصلي، لو ما بصليش اخويا بيقول لي صلي، وابويا طبعا بيقول لي لازم اصلي. انا هسألكم انتوا ثلاثة سؤال. هل الحياة في ايطاليا صعبة بالنسبة لسن المراهقة بالنسبة لكم، ولا قادرين تتربوا هنا نفس تربية مصر على عاداتنا وتقاليدنا والحاجات دي كلها؟ لا ممكن تكون صعبة بس ديبند اللي هي ممكن على حسب. على حسب لو أهلك معاك هنا أو شادين عليك أو مثلا بيتابعوك بيشوفوك أنت بتعمل إيه ما بتعملش إيه، يخلوك تعمل إيه، يراجعوا وراك. اصل برضو مثلا اللي يبقوا هنا لكن ما يطلعوش زي عاداتنا وتقاليدنا واهليهم معاهم، ان بيبقى فيه اهمال، ان يهملوا ما يتابعوش معاهم ولا يشوفوا، يعني عايشين معاهم عادي وكده بس سايبينهم على راحتهم وبزياده. انت انا حابب العيشة في مصر بصراحة، مش حابب العيشة في ايطاليا. في مصر كنت باخد راحتي وكنت بخرج وكده، هنا في متحكم شوية يعني. ممسوك من ايدي اللي بتوجعني بصراحة. مين اللي ماسكك؟ ابويا. بس ده حبيبي طبعا. ما عشان خايف عليك. ايوه طبعا، بس هو حبيبي برضو كويس، اللي هو برضو جابني في حاجة اللي انا ما كنتش اعرف اوصل لها اصلا الا غير شرعي وكده. حاجة برضو حلو اللي انا وصلت عشان للمكان تبني اللي أنا نفسك فيه. هنا وتحقق مستقبلك. اكيد اللي وصلني المكان انا ما كنتش احلم اوصل لها اصلا، غيري بيتمنى يبقى في مكاني. بس انا حابب العيشه في مصر برضه، مش حاببها هنا في ايطاليا. وانت انا طبعا يعني طبعا هو العيش هنا كل حاجه، بس يعني ايه، لازم تلتزم بقوانين الدين يعني لازم انت تيجي هنا جاي هنا الهدف، ما تمشيش بقى عكس الهدف ده. تبقى محترم، مالكش دعوه بالايه، يعني الناس اللي هم بيعملوا حاجات وحشه ديت وحاجات شمال. يعني ما تيجي هنا في حالك، ولا ترزف ده ولا ترزف ده. خليك في دراستك، في شغلك، في دينك بس. تحب تنصح الشباب اللي في سنك بكل النصايح دي؟ اه انت بتدرس في مجال ايه؟ انا تكنيك انفورماتيك. وانت انا لسه ما دخلتش مدرسه، مش لاقي مدرسه عشان سني لسه وما دخلتش يعني لسه بدور. وانت بتدرس ايه؟ كهرباء. كهرباء. حاببها اه بمزاجك؟ ربنا وفقني فيها. يعني انت حابب المجال ده؟ لا انا دخلته وان شاء الله يعني ابقى كويس فيه. تحب تقول لوالدك ايه قدام الكاميرا؟ والله والدي يعني مش ابويا بس، والدي اقسم بالله يعني اكتر من صديق. يعني فعلا كما يعني زي ما المثل قال ان كبر ابنك خويه، هو فعلا كده بالظبط. احب اشكره جدا يعني على كل نعمة من بعد ربنا، الحمد لله. اقول له انا بحبك قوي. تقول لوالدك ايه؟ بحبك يا ابويا، وربنا يخليك ليا وتفضل سندي في الدنيا. ومش عارف اقول لك ايه برضك، وامي بحبك يا ست الكل، وربنا ما وانت تقول لامك ايه؟ نفس الحاجة برضو لامي، هما الاتنين يعني انا ما عنديش مثلا انا ما عنديش امك اكتر ولا ابوك، هما الاتنين مستحيل مثلا ان انا اختار ده اكتر من ده، هما الاتنين عن يعني نفس المعزة بالظبط. وانت تقول لوالدك ومامتك ايه؟ نقول لابويا ربنا يخليك ليا، واللي انت بتعمله ليا، واللي انت بتتعب علشاني، واي حاجه بتاسف لك على اي حاجه هتحصل وحصلت وبس. ومامتك؟ مامتي طبعا دي ست الكل، يعني فوق راسي. يعني ان شاء الله انزل لها الاجازه دي على خير. طبعا دي في القلب بقى. موافق على زعل الكلام ده؟ موافق طبعا. وانت موافق؟ موافق طبعا. وانت موافق؟ موافق. عاوز اقول لكم ده اول لقاء في حياتي اعمله من يوم ما جيت اوروبا مع شباب زي الورد في السن دوت. وانا على فكره عاوز اقول لكم اول مره اصور مع شباب في سنكم نهائي، ما بصورش مع السن الصغير نهائي نهائي. بس انتوا شباب متربي ومحترم، ربنا يخلي لكم اهليكم اللي عرفوا يربوكوا في الغربه. وانتم مثال مشرف لكل عيله مصريه هنا انهم يجيبوا اولادهم يربوهم زيكم. حابين تقولوا حاجه؟ شكرا لحضرتك. شكرا. السلام عليكم. يلا سلام.